في بعض التقارير النهارده بتقول إن وكيل وسام أبو علي متفاجئ من بوست النادي الأهلي بعدم تفريط في وسام أبو علي، فأنا مش فاهم بصراحة، أنا مش مصدق البوست وعامل نفسي مش مصدقه، مش عشان حاجة، عشان باحب وسام أبو علي وعشان مش هنجيب حد زي وسام أبو علي في الفترة دي، على الأقل الفترة اللي جاية كمان، يعني ما حدش هيقرب من وسام أبو علي في الكواليتي بتاعه طبعا زي ما احنا عارفين. بس انا لسه منزل بوست يعني حبا ويعني عارف انت، وبقول مين المجنون اللي كان يفرط في وسام ابو علي. فعلى طول بعد ما نزلت البوست، بعد ما نزلت الفيديو ده، لقيت بوست نازل اللي انتوا شايفينه ده، ان الوكيل بتاعه مش عاجبه، متفاجئ هو وسام. فالنادي الاهلي احنا عندنا اول واحد، يعني بعيدا، انا بحب وسام ابو علي واحترمه، بس ما مش عايز مع ألف سلامة يركب قطر الستة إلا تلت، ما بيفرقش معانا حاجة، احنا أهم حاجة عندنا التيم يبقى أحلى. لو إن وسام فعلا مصمم إن هو يمشي، مع ألف سلامة، حقه مليون في المية. بس احنا كجماهير النادي الأهلي ما عندناش نجم أوحد أو نجم يقول أنا عايز أمشي وإحنا نتمسك بيه غصب عنه، لا، على السلامة، شكرا على الفترة اللي أنت قضيتها الروعة معانا. بس اهم حاجه النادي الاهلي يبقى عامل حسابه في بديل، يبقى على الاقل 75 او 80% من كواليتي وسام ابو علي، لان الموضوع مش سهل ان انت تجيب حد زي وسام دلوقتي.